كلنا بنبقى محتاجين لكيك نحضره في الأسبوع مرتين وثلاث مرات، نفطر بيه الصبح أو ناكله كده مع كوباية الشاي وقت العصاري. بس أهم حاجة إن طعم الكيك يكون حلو جدا، والكيكة كده تكون هشة ومفرغة من جوه وخفيفة، مش مكتومة ولا معجنة ولا أي حاجة، ولونها يكون فاتح كده زي ما انت شايفة. الأحلى بقى من كل دوت إن احنا نحضرها كده في السريع بدون خطوات كتير وبدون تعقيدات، من غير ما نستخدم مضرب بيض ولا نستخدم العجين ونستخدم فيها الخلاط وتخلص معانا في دقايق. مش هنسيبها كمان كده، لأ هنزينها بصوص كراميل نديها طعم حلو وشكل حلو جدًا عند التقديم، عشان لو جاي لِك ضيف والّا حاجة ما تحتاريش كتير وعلى طول تفكّري في وصفة النهارده. الأحلى بقى من كل دوّة إن كيكة النهارده اقتصادية جدًا، جدًا، ومكوناتها كلها موجودة عندنا في كل بيت. يالّا بينا نحضّرها مع بعض. بس لأول مرّة بتشوفيني أنا رحاب. ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك وشير وتفعّلي الجرس عشان يوصل لِك كل جديد باقدّمه. حضّري بقى الخلّاط بتاعِك وضيفي عليه 3 بيضات، مهم جدًا إن هم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هاضيف على البيض كوباية من السكر، ذرة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفانيليا البودر أو الفانيليا السائلة. بعد كده هاضيف معلقة صغيرة من الخل علشان تخلّي الكيكة من جوّه لونها فاتح وتخلّيها كمان هشة جدًا. هاضيف كمان كوباية إلا ربع من الزيت، أي نوع زيت عندِك تقدري تستخدميه، وهاضيف كمان كوباية إلا ربع من الحليب، ومهم جدًا إن الحليب يكون دافي، يعني كل المكونات السائلة على بعضها. بعد كده بقى هاشغّل الخلاط على سرعة كده هادية لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض كويس، وبعد كده أعلّي السرعة وأخلط كده المكونات كلها لمدة 5 دقايق كاملين. أول ما تشوفي كده bubbles كتيرة من فوق تعرفي إن المكونات السائلة امتزجت كويس جدًا مع بعض، سيبيها بقى وتعالي نحضّر المكونات الجافة. معايا كوباية ونُص من الدقيق، أنا هاستخدم في وصفة النهارده دقيق متعدد الاستخدامات ونخلته مرتين علشان يساعد على هشاشة الكيك وتطلع معاكِ مرتفعة. بعد كده ضِفت معلقة كبيرة من البيكنج باودر، الخطوة دي مهمة جدًا يا جماعة. وزّعوا البيكنج باودر كويس جدًا في الدقيق علشان الكيك تطلع معاكِ مرتفعة وكلها سِوَى واحد. هاخد بقى الدقيق وانقله كده في طبق تاني كبير وأضيف عليه كل المكونات السائلة اللي احنا جهزناها مع بعض. هقلب بقى خليط الكيك كويس جدا لحد ما احصل على خليط كيك ناعم جدا بدون اي تكتلات ومفهوش اي اثر لدقيق خالص. افضلي كده قلبي فيه لحد ما تحصلي على القوام دوت، ناعم جدا من غير اي تكتلات، والقوام بتاعه متوسط، لا هو خفيف ولا هو تقيل، كده مظبوط جدا. الصينية اللي أنا هاستخدمها، أنا هاستخدم صينية مقاس 24. مهم كمان إن أنتِ تبطّنيها كويس. أنا رشّيت عليها رشّة من الزيت وبعد كده بدّرتها كويس جدًا بالدقيق. هاخد بقى كل خليط الكيك وانقله كده في الصينية. بعد كده تدخل الفرن على درجة حرارة 170 على الرف اللي في النُص. قعدت معايا بالضبط 45 دقيقة. ممكن كده تختبريها بstick بعد حوالي 30 دقيقة أو 35 دقيقة، لو stick طلع معاكِ نضيف كده خلاص الكيك استوت معاكِ. بُصّي اللون الجميل دوّة، أنا ما شغّلتش الشواية ولا أي حاجة. أول ما تخرج من الفرن اعملي فيها كده ثقوب بالstick أو بسكينة رفيّعة. أقوى مشهد بقى يأكد لِك إن الكيك بتاعِك طلع معاكِ ناجح، معايا كوباية من الحليب هاضيفها على الكيك. الكيك بتشرب كل نقطة حليب أنا باضيفه عليها، بُصّي مضبوطة جدًا وناجحة بنسبة 100%. زي ما أنتِ شايفة الحليب ما بيستناش على الوش خالص، على طول الكيك بتشربه، لإن هي خفيفة وهشة جدًا من جوّه. أنا باضيف الحليب شوية بشوية لحد كده الكيك ما تشرب الحليب وأرجع أضيف شوية كمان، وباوزّع كده الحليب كويس في الكيك كلّها. خلاص كده آخر حبّة معايا من كوباية الحليب. بُصّي مضبوطة إزاي، ما فيش ولا نقطة حليب عايمة على وش الكيك. بعد ما تبرد تمامًا تقدري بقى تشيليها من الصينية. أنا عامةً استخدمت صينية الcheese cake علشان بس أوريكم الكيك من الجوانب، مضبوطة ولونها حلو جدًا، جدًا. نقلتها كده في طبق التقديم وهاسيبها بقى لحد ما تبرد خالص. هنحضّر مع بعض دلوقتي صوص الكراميل. طاسة حطيتها على النار وضفت عليها كوباية من السكر، وهاسيب كده السكر على درجة حرارة متوسطة. ما تقلبيش فيه خالص لحد كده ما السكر يبتدي يتكرمل معاكِ من الجوانب. أول ما يتكرمل معاكِ ابتدي كده قلّبيه كلّه، لحد كده ما السكر كلّه يدوب معاكِ بنفس الشكل ده، ما فيش أي أثر لسكر خالص ولا لتكتلات سكر. في المرحلة دي هاضيف معلقة كبيرة من الزبدة، ويا دوبك بس تقليبة على طول هتلاقي الزبدة ساحت معاكِ على طول. بعد كده هاضيف كوباية كبيرة من القشطة، ولو عايزة طريقة صوص كراميل اقتصادي هاسيب لِك اللينك بتاعه تحت الفيديو. هاقلّب على طول بقى وخلّي بالِك في المرحلة ديّة حاولي كده تبقي بعيدة عن الطاسة شوية علشان القشطة ما تفورش من الطاسة.
لحد كده ما تدوب خالص، وبعد كده معايا معلقة من المَيّة وعليها معلقة من النشا، دوّبتهم مع بعض كويس، وبعد كده حطيتهم على صوص الكراميل وتقليبة كده، وهاسيب الصوص بالتقليب على النار لمدة دقيقتين، وبعد كده أرفعه من على النار. الكيكة بردت معايا تمامًا، وصوص الكراميل بقى دافي، وهابتدي بقى دلوقتي أضيف عليها صوص الكراميل، هاغطيها كلها بصوص الكراميل. لو اتفضل معاكِ شوية من صوص الكراميل شيليهم في التلاجة، هتحتاجيهم في وصفات تانية كتيرة بعد كده. الصوص مضبوط جدًا وقوامه حلو أوي وبيلمع كده زي ما أنتِ شايفة. ما سكتّش أنا على كده، ضِفت كمان شوية من السوداني وشوية من جوز الهند. دي خطوة اختيارية، يعني ممكن ما تستخدميهاش أو أي نوع مكسرات عندِك ممكن تحطيها، بس في النهاية عطت شكل حلو جدًا، جدًا. حطيتها في التلاجة لمدة نُص ساعة علشان الكراميل كده يكون متماسك، تبتدي بقى تقطّعيها كده مضبوطة جدًا زي ما أنتِ شايفة. مش قادرة أقول لِك خفيفة قد إيه، وهشة من جوّه قد إيه، وطعمها حلو قد إيه. كل حاجة فيها بصراحة 10 على 10. ومزيدًا من الإجرام، قطّعت حتّة كده من الكيك وضِفت عليها شوية من الكراميل، خلِّت بصراحة شكلها حلو أوي. وبكده خلاص وصفة النهارده خلصت، أتمنى إن الوصفة تكون عجبتِك وتكون سهلة وبسيطة عليكِ. الفيديو كمان لو عجبِك ما تنسيش تعملي لايك، ومستنية رأيكم فيها، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد.